الحمد لله على نعمة القرآن ومعجزاته التي لا تعد ولا تحصى. لما بدأت الختم زاد راتبي، وبعدها انتقلت لعمل أفضل براتب 4 أضعاف، وناهيك عن الراحة النفسية وانتهاء المشاكل. الحمد لله، بفضل الله ثم بركة القرآن أصبحت أعيش في راحة نفسية وفي سرور دائم. في كل مرة تقرأ سورة البقرة يفرج الله عنك هم من الهموم، وتقرأها مرة ثانية يقول الله فكوا عنه سحره، وتقرأها مرة ثالثة يقول الله كانت له دعوة قديمة دعاني بها أعطوه إياها، ومرة أخرى يقول الله لملائكته فرجوا عن عبدي كربه. تقرأها مرة رابعة يقول الله تعالى قد كتبت لعبدي ضيقا في الرزق هذه المدة امحوه ووسعوا له رزقه. سورة البقرة هي هدية جهزها الله لك بعناية، تقرأها اليوم فيضع الله الزهور في حياتك. فيها أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكيف بربك يكون قيوم السماوات والأرض ولا يقوم بأمرك؟ سورة البقرة فيها آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكيف تكون دعواتك غير مستجابة؟ من يحافظ على قراءة سورة البقرة لمدة طويلة متواصلة سوف يرى في حياته عجبا، وفي جسده شفاء، وفي رزقه زيادة، وفي صدره انشراح، وفي عمره بركة. قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هما السحرة. هل تعرفون من عجائب قراءة سورة البقرة يوميا إذا واظبت عليها لا تحتاج بعدها للدفاع عن نفسك ولا حتى توضيح نيتك تجاه الأشياء والأشخاص؟ قال الحبيب: أخذها بركة، الله بركة بجميع جوانب حياتك، وستجد الفرق بالمداومة. سورة البقرة إن بدأت بها يوما سترى عجائب آيات الله بها. سيسعد الله قلبك حتى وإن لم يكن هناك سبب لسعادته. سورة البقرة بحد ذاتها فرحة لقلبك، رزق وعافية من الله، حياة لمن يريد الحياة. سورة البقرة إن بدأت بها يوما ستستمر بها سنين. تعلمنا سورة البقرة أنه لا يأس أبدا، فمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قادر على إخراج أمنياتك من حلم إلى واقع، فقط يقول لها كن فتكون. حينها تفتح الأقفال وتنكشف الكروب الثقال، وتزول الليالي الطوال، وينشرح البال ويصلح الحال. ماذا تنتظر إذن؟ ابدأ بها من اليوم لتنال ما أسررت لك به. اعتنوا بالقرآن كثيرا في شبابكم، فإنه وإن كثر المحبين حولك فسيأتي اليوم الذي تترك فيه، وهذه سنة الحياة. ولا شيء أعز من صحبة القرآن. سيبقى رفيقك وأنيسك، سيكون شافعا لك. ستأتي يوم القيامة آمنا حين تسأل عن شبابك فيما أفنيته. ستكون الإجابة: يا رب أفنيته في القرآن. يا أهل القرآن، لا تخافوا الضيعة ما دامت أيام عمركم تمضي في كنف القرآن، فإن ربكم كريم لا يضيع أهله.